انا حاولت اصلي زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيصلي. النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوا كما رايتموني اصلي. ففي شويه تفاصيل في صلاه النبي عليه الصلاه والسلام لازم نتاكد انها في صلاتنا. اول حاجه لازم حركه الشفايف وانت بتقرا القران. كانوا الصحابه بيتاكدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرا القران في الصلاه لما تهتز لحيته. وتاني حاجه ما تشمرش الكم لو انت لابس تيشيرت طويل او قميص. وتالت حاجه السجود ما بيكونش على الجبهه بس. في ناس كتير جدا بتغلط في الحته دي فركز معايا. السجود بيكون على الجبهه والانف. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار إلى الأنف. ورابع حاجة ما ترفعش رجلك في السجود. النبي صلى الله عليه وسلم برضو قال في نفس الحديث اللي هو بتاع أمرت أن أسجد على 7 أعظم، قال برضو السجود بيكون على أطراف القدمين. وآخر حاجة بقى هي موضع النظر أثناء التشهد، وهي بتكون على إيدك اليمين وأنت رافع السباب، مش على موضع السجود زي ما كثير من الناس بتغلط في الحتة دي وبتعمل. وبس كده أنت بتكون بتصلي زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيصلي. أديك عرفت. عرف غيرك وما تنساش تصلي على النبي.